بعد قرار إدارة النادي بعدم التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا جناح ليفربول السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كان جوميز طالب التعاقد مع إيجاريا في الميركاتو الصيفي الجاري في ظل قناعته بمستواه الفني، خاصة أنه سبق أن دربه في صفوف فريق ريدينغ الإنجليزي. ولكن إدارة نادي الزمالك رفضت التعاقد مع اللاعب قبل أن يخضع لفترة اختبار، خاصة أنه بعيد عن المشاركة في المباريات منذ موسم ونصف. كان نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا أعلن من خلاله عن عدم التعاقد مع أوفي إيجاريا بعد رفضه خوض فترة اختبار مع النادي لمدة 10 أيام. جوميز تقبيل قرار إدارة نادي الزمالك بعدم التعاقد مع أوفي إيجاريا، مؤكدا أن كل ما تردد عن غضب المدير الفني من دم إتمام التعاقد مع اللاعب الإنجليزي لا أساس له من الصحة. وأضاف جوميز طلب من مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع جناح أجنبي قبل غلق باب الميركاتو الصيفي ليكون بديلا لصفقة إيجارية، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الجناح، ودعم الزمالك صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع المغربي محمود بن تايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع، ومحمد حمدي ظهير أيسر إنباي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والبولندي كونراد ميشالاك جناح فريق أحد السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج لمدة 4 مواسم، والمهاجم السنغالي سيدي ندياي، والمدافع جيفرسون كوستا مدافع منتخب غينيا بيساو لمدة 4 مواسم عن موقف المغربي محمود بن تايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم من السوبر المصري، حيث شارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق اليوم عقب تعرضه الفترات الأخيرة لحالة إجهاد عضلي، ليتأكد جاهزية محمود بن تايك للمشاركة في بطولة السوبر المصري القادمة بشكل طبيعي عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه له. الزمالك يستعد لمواجهة فريق نادي بيراميدز يوم 20 من أكتوبر في نصف النهائي كأس السوبر المصري في الإمارات. المباراة سوف تكون على ملعب استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في تمام 4 عصرا. يذكر أن الفريق سوف يتوجه إلى الإمارات في 17 من أكتوبر الحالي من أجل المشاركة في السوبر المصري.